السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ معاكم احمد امين، وده الفيديو العاشر من سلسلة ال HTML. خلاص يا جماعة، هانت الحمد لله، قربنا نخلص ال HTML بالبروجرام اللي انا عامله. خلاص تقريبا فاضل 8 فيديوهات كمان ولا حاجة. بس ده مش موضوعنا النهاردة عن ايه؟ موضوعنا النهاردة عن الفورمز من اكتر الحاجات اللي فعلا مهمة جدا جدا جدا. مفيش ويب سايت مفيهوش فورم. مفيش مفيش ويب سايت مفيهوش فورم الا لو كان عبارة عن بلوج، حاجه كده، اللي هو عارفين المنتديات بتاعت زمان وبتاع مش عارف ايه. انت بتعرض حاجه عايز تقولها، زي اللي انا بعمله ده دلوقتي. انا بعرض حاجه عايز اقولها. خلاص. فمفيش ويب سايت خالي من فورم، ولازم تلاقي فورم جوه كل ويب سايت. الفورم بقى بتختلف اشكالها، يعني انا عامل شكل بسيط جدا جدا بس علشان ايه ما نتطرقش للسي اس اس. على فكره بالمناسبه السي اس اس اهو، ده اللي انا كاتبه حرفيا. خلاص. فمحدش ينشغل بالشكل او بالستايلينج، كل ده احنا يعني يعني هنعمل حاجات كتير جدا. ممكن اصلا نسيرش عن حاجة اسمها فورمز. احنا دلوقتي الفورمز ليها اشكال وانواع واحجام ومواصفات، وكل واحد بيحب يعمل الشكل اللي يريحه واللي عاجبه الكلام ده كله. ده مثلا شكل، ده شكل، وهنا بيقول لك مين الصح ومين الغلط. ده شكل ريجستريشن ونيو اكاونت. مثلا ده شكل تقسيمة تانية، او ده لاي اوت تانية، وهكذا وهكذا. فما فيش ويب سايت خالي من فورم، سواء ريجستريشن، سواء لوجن، سواء اصلا كونتاكت اس، او سواء ان انت تبعت لنا مسجز، او تكونكت معانا باي شكل من الاشكال، او تفل الداتا، او اي حاجه. كده كده هتلاقي فورم في اي ويب سايت. فاحنا عايزين نتكلم النهارده عن ايه؟ عايزين نتكلم عن التاجه القمر دي اللي عامله لنا الشكل التحفه ده، وشويه الحاجات دول. يعني يمكن من اكتر الحاجات اللي هتبقى فعلا. ده من اطول الفيديوز اللي موجوده على السلسله دي. نعمل فورم. تمام. طيب عملنا فورم. الفورم هي تاجه بسيطه جدا، ليها اتريبيوتس زيها زي اي تاجز في ال HTML. في تاج او في اتريبيوت اسمه اكشن. اكشن ده هو خاص بحتة انه كل اللي في الفورم ده هيروح فين. خلاص. خلينا بس نبسط الدنيا على اكبر قدر على اساس ان الموضوع يوصل مش اكتر. في اتريبيوت تاني اسمه ميثود. خلاص. الميثود دي في حاجة اسمها get وبوست، ودول الحاجتين اللي most common use. الجيت هي ان انت من اسمها انت بتجت، والبوست من اسمها ان انت بتروح عارف انت لما بتيجي تعمل بوست جديد فانت بتنزل بوست جديد من خلال ايه؟ من خلال فورم بتظهر لك از بوب اب، بتحط فيها البوست بتاعك، كلام او صور او فيديوز، وبعدين تعمل ببلش. خلاص اتحطت عندك في الايه؟ في التايم لاين بتاعك على فيسبوك او على تويتر اللي هو اكس او تمام. تمام. يبقى احنا كده اتعرفنا على الاول تو اتريبيوتس في الفورم نفسها. طيب عايزين نعرف ايه تاني جوه الفورم. عايزين نعرف بقى ان الفورم دي بتحتوي على عدد لا نهائي من الانبوتس والباتنز والمش عارف ايه والدايلوج سيكشنز. كنا نجرب واحده واحده ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. انتوا يا جماعه هتلاقوني بكت الفيديو على اساس ان انا بحط الانبوت، وبعدين هحط الاتريبيوتس بتاعته اللي هي هتبقى شكلها عامل كده، اللي هو الشكل الفظيع ده. خلاص. بس علشان بس ما احرقش في الوقت مش اكتر من كده. طيب احنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين نجرب الانبوت ده ونعمل له سيف كده، وبعدين نروح نبص عليه. الانبوت تايب تكست ده هو بيقبل نصوص، يعني انا هفضل اتايب بيقبل نصوص. طيب ايه لازمته وايه فايدته؟ ان احنا بنكتب فيه النصوص بتاعتنا، اسمنا، سننا لو احنا خليناه اصلا نمبر، لو فهو بيقبل باننا تكست، وبيتاخد التكست ده بيروح للسيرفر او للمكان اللي احنا عايزينه يتسيف فيه بكل بساطة وبكل اختصار. طيب التايب بتاعه تكست، احنا عايزين نحط شوية اتريبيوتس كمان. من ضمنها بقى ايه؟ من ضمنها نيم. الانبوت بتاعك ليه؟ لان احنا عندنا انواع كتير من الانبوتس. لما انت بتكتب تايب زي ما احنا اتكلمنا قبل كده، التايب ده خاص ان هو يعرف البراوزر ان ده نوعه تكست، لان زي ما هو فيه نوعه تكست، في نوعه نمبر، في نوعه ايميل، في نوعه باسورد، ولسه هنتكلم عن كل ده. انما نيم، يوزر نيم، انت لما بتبعت الداتا من الانبوت ده، خلاص، انت مخليه متارجت ان هو عايز يستقبل اليوزر نيم بس.
خلاص. فدلوقتي السيرفر سايد ده هيعرف منين ان اللي رايح له ده يوزر نيم ولا باسورد ولا ايميل ولا اي من كان؟ لازم نقول له ان اللي جاي لك ده النيم بتاعه انا مسميه لك اهو ان ده اليوزر نيم، والتاني انا مسميه لك باسورد، والتالت انا مسميه لك مش عارف ايه. فهو الاتريبيوت ده خاص بالموضوع ده برضو. ده للتبسيط مش اكتر، لسه هنتعامل مع الحاجات دي بعدين، بس انا لحد دلوقتي انا عايزك تفهم المعلومه البسيطه. بليس هولدر ده اتريبيوت تحفه، ولو عملنا سيف كده ورحنا نبص هنلاقيه ايه. ثانيه بس معلش، علشان عايزين نشيل الفاليو احمد دي كده ونعمل سيف. خلاص. هو طبعا ديسيبلد دلوقتي. المهم يعني انتر يور يوزر نيم، هو ده فايدة البليس هولدر. احنا اول خلينا نعمل بس اللي هو نمسح دول كمان ونعمل سيف عشان نقدر نكتب. اول ما هكتب هنا بص بص شوف، اول ما بكتب البليس هولدر ده بيروح، يعني هكتب حرف مع السلامة همسح هيرجع، هكتب حرف مع السلامة همسح وهكذا. فاهميني يا جماعة؟ طيب ده البليس هولدر. عندنا required ده خاص بالفاليديشن، يعني انا بقول لليوزر ان انت ما ينفعش تفوته، ما ينفعش تفوت الانبوت ده. لو جيت تعمل سبمشن من خلال الزرار اللي احنا لسه هنتكلم عنه ما ينفعش، هيرجعك ليه ويقول لك معلش انا عايزك تكتب لي داتا هنا في الانبوت ده. ماكس لينث 20، اكبر عدد من الكاركترز او النصوص او الحروف اللي تقدر تدخلها 20 حرف. خلاص. واقل عدد المينيمم لينث مفروض اللي هو 3. ممكن نغير الارقام دي، يعني انا ممكن اكتب هنا 8 وتحت 1. خلاص. ممكن ما احددش خالص عادي جدا. خلاص. فده التلاتة دول خاصين بقصة الفاليديشن، ان انا بقول له اعمل ايه وما تعملش ايه. عندنا حاجة اسمها ريد اونلي. ريد اونلي دي لو انا عملت سيف خلاص سامعين عمال اكتب مفيش كتابة. ليه؟ لان هو حرفيا بيريد اونلي. عندنا حاجة تانية اسمها value. الفاليو دي احمد خلاص دي الفاليو المبدئية. ليه؟ لان افرض اليوزر، يعني معلش انا اسف يا يوزر، بس اليوزر استعبط وراح قايل لك مش هدخل فاليو في البتاع دي، فساعتها الفاليو هتبقى احمد. احنا طبعا عشان عاملينها ريد اونلي فايه، ولا هتتمسح ولا هيحصل لها اي حاجه، فهنمسح الريد اونلي كده علشان نجرب ونعمل كده، وبعدين نزود عليها هينفع، نمسحها هينفع، وهكذا. خلاص يا جماعه تمام. عندنا في اتريبيوت برضو تحفه اسمه disabled. خلاص. لو عملنا سيف والنبي لو اتنطط مش هيتلمس ولا هيتحرك من مكانه ولا اي حاجه. خلاص. اهو عمال اضغط ومفيش خالص. تمام. طيب ده كل الاتريبيوتس الخاصه بالانبوت اللي اسمه تكست. عايزين نخش على الانبوت التاني. دلوقتي احنا عندنا الانبوت اللي هو التايب بتاعه باسورد. خلاص. وعلى فكرة لو تلاحظوا بقى ان احنا هنبتدي نكرر، يعني هنبتدي نكرر الاتريبيوتس خصوصا في الحتت اللي او الانبوتس اللي هي محتاجاها. يعني احنا مثلا عارفين required ده ايه لازمته، فاحنا مش هنقول. عارفين minimum length، عارفين maximum length. الاوتو كومبليت ده هو الجديد. ايه وظيفته او ايه اهميته؟ اهميته بالظبط كده ان هو ما يقترحش ليك الباسوردز القديمه، ما يحطهاش ليك في الفيلد من تاني. بس فانت بتقول له والله لا الاوتو كومبليت بتاعك انا عايزه نيو باسورد. خلاص. بس كده بكل بساطه. احنا عايزين نعمل سيف وعايزين نروح نبص عليه اهو. شايفين عمال اكتب حروف وارقام ومش عارف ايه، وكل ده ايه مختفي كانه باسورد بكل بساطه وبكل سلاسه. نخش على الانبوت اللي بعده. طيب الانبوت اللي بعده خاص بايه؟ خاص بان هو يعمل الايميل تايب. التايب بتاعه ايميل. طيب احنا قلنا النيم هو خاص بايه واصلا ايه لازمته، فاحنا هنسمي النيم ده اي حاجه. على فكره ممكن نقول له ايميل داش مش عارف ايه مثلا، اي حاجه مميزه. انا عايز اسميه اي حاجه مميزه، بس لازم اقول له انه ده ريليتد بان هو ايميل. خلاص. ريكوايرد ده احنا قلنا ليه التايب متكرر، معلش دي عندنا ريكوايرد كمان متكرره يا نهار ازرق. ماشي. باترن ده هو الجديد. ايه لازمه الباترن؟ او هو اصلا اكسكلوسيف للانبوت تايب ايميل. خلاص. ايه لازمته بقى؟ لازمته ان هو بيقول احنا بنقول لليوزر ان احنا مش هنقبل اي حاجه، اي ايميل @ياهو مش عارف مين @مين غير @gmail.com. خلاص. بس كده هو ده لازمته. مالتيبل ده خاص الاتريبيوت ده، يعني خاص ان احنا الانبوت بتاعنا يأكسبت كذا ايميل اكاونت. بس كده مش اكتر ولا اقل. نخش على الانبوت اللي بعده. بكل بساطه احنا قلنا ان هو هيكون نمبر.
والنمبر ده نوع من انواع الانبوت بتاعتنا. طيب احنا قلنا ان النيم بنقدر نحدده على اساس البيزنس بتاعنا او اللي احنا عايزينه من الانبوت ده بالظبط. النمبر ده على فكرة ممكن نقول ان هو مش ايج بس، ممكن نقول مثلا ان هو مثلا الهايت، عادي جدا. يعني انت ممكن تقول ان ده الطول مثلا، مش عارف تقول ان ده الويت اللي هو الوزن، خلاص. ممكن تقول اي حاجة يعني، مش الشاي فلاني. ماشي. هبقى اقول لكم على الاكستنشن دي. المهم يعني احنا عندنا، انا مش هكت دي عامه. احنا عندنا النيم ده احنا مسمينه هنا مثلا، او الشات جي بي تي مسميه ايج. ليه مسميه ايج؟ علشان انا هدخل هنا رقم العمر بتاعي. طيب المينيمم بتاعه، المينيمم بتاع النمبر، وده اكسكلوسيفلي المينيمم بتاعه 18. 18 ده اقل رقم يقدر يدخله في الانبوت ده، خلاص. اللي هو كأنه انا بقول له يا يوزر ما ينفعش تكون اقل من 18 سنة عشان تسجل عندي هنا في الويب سايت بتاعي. لو انت اقل من 18 سنة انت مش accepted، خلاص. وما ينفعش تكون اكبر من 60. اوكي اوكي. ممكن احدد ان انا لا، انا عايزك 65 عادي، زي ما اترفعت حوار المعاشات ده، خلاص. الستيب بتاعتنا دي برضو دي اكسكلوسيف بالانبوت تايب نمبر. ليه؟ لان انا الستيب بتاعتي بتفرق. انا دلوقتي لو عايز خلينا بس نبص عليها معلش برضو، بس نمسح دول كده ونسيف اهو. شايفين انا مثلا هدخل 14، اوكي. هيقول لك ايه لما ضغطت انتر؟ تمام تمام، اللي هو must be greater than or equal 18. خلاص لو انا عملت 19 وعملت انتر، تمام هو بعتها اهي age 19، خلاص. بس ما علينا، احنا بنتكلمش دلوقتي في بعت ولا ما بعتش، احنا بنتكلم في حاجه معينه. احنا دلوقتي عايزين نعمل 18، خلاص. لو انا هستخدم الاسهم سواء اللي هنا دي، اللي هنا دي، بص هكبر لك الموضوع اهو، اللي هنا دي، او الاسهم اللي في الكيبورد، هينط برقم واحد بس، بمقدار واحد بس، بص. خلاص عايزين بقى نعمل هنا، بص، او ننزل تحت. الستيب بتاعتي ايه؟ ب1. سواء ما عملت الستيب بتاعتي 5 ورحت قايل ان انا 18، خلاص، وهزود 23 28 33 وهكذا. لو برضو نزلت 33 28 وهكذا وهكذا لحد ما اوصل ايه ل 18. لو نزلت مش هينزل علشان احنا اخرنا ايه 18. طبعا احنا اللي احنا مسحناه هنا كان ايه؟ كان الفاليو، وقلنا الفاليو دي اللي هي القيمة اللي بيبتدي من عندها اليوزر، او في حالة ان اليوزر استعبط وما حطش لينا اي قيمة. disabled احنا عرفنا بتاعت ايه، read only عرفنا بتاعت ايه. اوكي نخش على الانبوت اللي بعده. زي الفل يا جماعة. الانبوت اللي بعده هو input type date. date اللي هو الخاص بالتواريخ، خلاص. احنا مسمينه هنا مثلا او تشات جي بي تي مسميه دوب، معرفش ايه دوب ده، مثلا هنسميه date اهو، خلاص. date عادي جدا. required احنا قلنا ايه لازمته. الماكسيمم والمينيمم هنا مثلا قصده ان المينيمم بتاعك ما ينفعش تكون انت اقل من 2000 مواليد، اقل من 2000. فانت اعمل لي بيك لليوم والسنة اللي انت اتولدت فيها علشان اعرف انا بكلم مين، خلاص. او احسب لك ان انت عندك كام سنة او الفاليو بتاعتك اللي هي الابتدائية 1/1/2001، خلاص. طيب خلينا نبص عليه بصة كده اهو، 1/1/2001 دي الفاليو اللي انا حاططها. لو انا شلت الفاليو اهو هيبقى input فاضي خالص، هيبقى شكله فاضي وبالشكل ده. طيب انا دوست هنا هيطلع لي الايه؟ هيطلع لي الكالندر بتاعتي، ممكن ان انا اختار منها السنين والاشهر والايام والكلام الجميل ده كله، والدنيا هتمشي زي الفل. وبيك كده مثلا، خلاص هو عمل بيكينج للايه، للتاريخ اللي انا عملت له اختيار. طيب الانبوت اللي بعده المفروض ان هو تايب تايم، خلاص. والتايم من اسمه هو خاص بالزمن. يعني انا مثلا فعلا بقى في الحجز بتاع الابوينمنت مش عارف يعني ايه حجز الابوينمنت ده، هو اصلا ابوينمنت يعني حجز. بس في الابوينمنت بتاعتي لما اكون مثلا مسافر او عندي فيلم عايز احضره او اي حاجة، فانا بحدد الوقت اللي انا محتاج احضر فيه الحفلة بتاعتي او السفر بتاعي او ايا كان البيزنس او النيد اللي احنا عاملينها او عاملين علشانها الانبوت ايه طيب تايم. احنا مخلين ان الابوينمنت اسمها، خلاص. ممكن اسميه ريزرفيشن، يعني انا لو شلته وعملت ريزرفيشن خلاص انا تمام فاهم. قلت لنا نروح نشوفه ونجربه، خلاص.
لو عملنا كده ورحنا مختارين الساعة 4، طبعا ممكن نقلب ما بين البي ام والاي ام، انا عشان مكبرها جدا. فاحنا مثلا لو رجعنا للاساس الشكل المعتاد اهو ده حجمها الطبيعي اي ام، ورحنا قايلين ان احنا عايزين 7، ونفضل نسكرول زي كأنك بتظبط مثلا منبه، فاهمني، وتعمل 37 دقيقة اي ام. ممكن تغير الاي ام دي وتخليها بي ام، والموضوع هيمشي زي الفل تمام. الانبوت اللي بعده input type radio او الراديو باتن اللي هما بيقولوا عليه راديو باتن. طيب الراديو باتن ده ايه لازمته في الدنيا؟ احنا عندنا دايما لما بيكون في multiple choices او عارف انت لما بتيجي تقول ان انا انا ميل ولا فيميل، انا مثلا في الايه، خلينا نقول في الخانة العمرية اللي هي ما بين 26 لحد 30 او 26 فما اقل، او من 45 في مش عارف ايه، هي خاصة بالقصة دي دايما بتبعت فيها الحاجات اللي بالشكل ده. خلاص خلينا نشوف شكلها بس الاول هنا في البراوزر. عندك ميل وفيميل، ولو عملنا تشيك هنا هنقلب هو ايه اختيار واحد بس، هو ده ريدي بوتن. خلاص طبعا احنا ما بنعترفش بالانواع التانيين، يعني بالجندرز التانيين، خلاص اللي هما بيقولوا بيدعوا ان هي جندرز. طيب ليه لازم تكون معرف النيم بتاعه ايه؟ فاحنا قلنا النيم بتاعه هنا جندر، الفاليو بتاعته ميل، لازم بقى هنا الفاليو بتاعته ليه؟ لان انت لما هتبعت الفاليو بتاعته فعلا هو هيعرف ايه، هيقول لك اهلا وسهلا ازي حضرتك. ابعت له ايه بقى؟ ابعت له التكست ده انا ما اعرفوش، ما اعرفش ايه ده، ده ظاهر لليوزر اللي هو الميل والفيميل، ده ظاهر لليوزر. انما انا لما فعلا هيتم اختياري، او لما اليوزر هيروح عامل ان انا ميل او ان انا فيميل، بعد ما هيضغط انتر ماذا بعد؟ ايه اللي هيحصل؟ مفيش حاجه هتحصل. خلاص ليه؟ علشان هو مش كاتب لي فاليو، انما احنا هنا كاتبين فاليو شطار، فبالتالي لما هتدوس انتر او هتدوس سبميت الفاليو دي هتتبعت بزي ما هي كده، بزي ما هي حرفيا زي ما انت كاتبها ما بين الدبل كوتيشن دول. خلاص طيب نخش على الانبوت اللي بعده. التشيك بوكس ده بقى هو نفس الفكره بتاعت الريدي بوتن، ولكن في اختلاف ما بينهم كبير شويتين. ليه؟ الريدي بوتن قلنا ان هو تشويس واحد بس، ولكن ده multiple choices. يعني انا مثلا هنا لو قررت، انا بس عايزه ايه اكرر الامور ده وبس، نشينا بصينا كده هنلاقي كل التشويسز دي متاحه. طيب لو انا فضلت اعمل ايه تشيك على كل الكلام ده، هيقبل مني الكلام ده وهيتبعت كله. لو عملت تشيك على واحد بس نفس القصه هينفع، لو عملت اتنين بس وهكذا. في اتريبيوت زياده هو والريدي بوتن ده المفروض اسمه تشيك او تشيكد. الطبيعي والمنطقي ان هو يكون في فاليو واحده بس، لان مستحيل ان انت تعمل يعني حوار التشيكد ده في اتنين. خلاص بس في التشيك بوكس اللي هو التايب تشيك بوكس ده ممكن تعمل في اتنين عادي جدا. يعني لو انت كبروجرامر متوقع ان هو يبقى معاه الستاندردز اللي هم مين، اللي هم HTML CSS جافا سكريبت مثلا. خلاص فانت لو عملت سيف بص ايه اللي حصل، زي ما احنا سايبينها في الكود، رياكت هي اللي عليها تشيكد و HTML هي اللي عليها تشيكد اهو، HTML رياكت. انما في ريدي بوتن معروفه زي ما احنا قلنا ان هو اختيار واحد، فبالتالي هتعمل تشيك واحده بس في وسط كل التشويسز اللي موجوده عندك في ريدي بوتن. خلاص تمام، خلينا نخش في الانبوت اللي بعده. الانبوت اللي بعده ده بقى مهم وقصته القصه اللي هي بتاعت ايه، ان انت لما بتيجي مثلا عندك في الفورم بتاعت جوجل فورم، لما بتيجي تقدم على شغلانه ولا بتيجي تقدم على حاجه في الجامعه ولا بتيجي مش عارف ايه، وعايز ترفع صوره الكارنيه، عايز ترفع صوره مش عارف ايه، عايز ترفع PDF فايل بتاع اللي هو السي في بتاعك ولا اي حاجه، فهو ده الانبوت الخاص بالموضوع ده، الانبوت تايب فايل. التايب فايل بتاعه، فاحنا قلنا هنا ان ايه، ان احنا اعتبرنا ان احنا هنرفع السي في، فبالتالي قلنا ان النيم بتاعه ريزومي. خلاص وقلنا ان الاتريبيوت اللي هو اكسبت ده خاص بايه، خاص بان احنا بنحدد له مين الاكستنشنز اللي احنا اتكلمنا عنها في اول فيديو او تاني فيديو تقريبا مش فاكر، مين الاكستنشنز اللي احنا هنشوفها او عايزين ان احنا نجتها من اليوزر، او اللي هي الاكسبتد اكستنشنز اللي هي PDF فايل والدوكس دي اللي هي الوورد فايلز، وممكن نقول مثلا يعني PNGs. خلاص اللي هو PNG والJPG والكلام ده كله. شوف الانبوت تايب فايل ده شكله عامل ازاي اهو، ده برضو بالمناسبه، وبيفتح لك الايه الفايلز بتاعتك اللي هو موجوده عندك على
بي سي يعني لوكالي. خلاص طيب تمام. عايزين بقى نرجع للتكست اريا او الانبوت اللي هو الجديد ده، وهو بالمناسبه مش تاجة انبوت، هي تاجة تكست اريا. التاجة دي ليها قفله وليها فتحه، مش زي ال بسم الله، مش زي الانبوت. يعني الانبوت بص انبوت، وقلنا الانبوت اهو، الانبوت له هو اصلا سيلف كلوزنج تاج، ولكن التكست اريا مش سيلف كلوزنج تاج، هي ليها اوبننج وكلوزنج تاج. خلاص تمام. عندنا التكست اريا دي ليها النيم بتاعها. خلاص ملهاش بقى تايب، احنا هنا ملهاش تايب لان هي اوريدي ايه، هي اوريدي معروفه، هي اوريدي تاج موجوده. خلاص اندبندنت يعني. فعندها نيم، النيم ده قلنا خاص بالباك اند، الروز والكولومز. خلاص مين الروز ومين الكولومز؟ احنا طبعا اتكلمنا عن البليس هولدر فاحنا مش هنتكلم عنه تاني، والريكوايرد كمان. مين الروز ومين الكولومز؟ خلينا نبص على البراوزر ونعرف. الروز والكولومز عندنا اهي. خلاص احنا لو فضلنا لو كبرنا سيكا كده اللي هو 200% اهو. خلاص ده كده عدد الصفوف 1 2 3 4 5 مثلا، والكولومز 1 2 3 4 5 6 7 8 الى ما شاء الله لحد ما احنا بنحدد له قلنا ايه 30. طيب احنا لو خلينا دول مثلا يعني 100 وخلينا دول 20 وعاملين لنا سيف ورحنا رايحين نبص بصه كده، بص كبر. خلينا نقلل بقى الحجم الطبيعي. تمام. احنا هنا ممكن نكبر ونصغر زي ما احنا عايزين لو انتوا واخدين بالكم. خلاص ولكن احنا بنخلي الشكل متحدد اكتر من خلال الاتريبيوتس دي، واكتر واكتر بقى من خلال السي اس اس فيما بعد يعني ان شاء الله. طيب هل في اتريبيوتس تانية؟ في اتريبيوتس تانية، خلينا نبص عليها دلوقتي. الاتريبيوتس التانية هي مثلا ماكس لينث، اللي هو اللينث بتاع عدد الاحرف زي ما احنا اتكلمنا مثلا في الانبوت تايب تكست مثلا او الباسورد او كده. قلنا ان احنا عايزين عدد احرف معين، وان اللي هو المينيمم والماكسيمم بتاعك كذا. لا هنا انت بتكتب الماكسيمم بس، اصلا مش طبيعي يكون تكست اريا موجوده وهي مش هيدخل فيها بيانات. لا هيدخل فيها بيانات ان شاء الله، فملهاش ملهاش مينيمم، انت مش هتحدد المينيمم بتاعها لان هي اوريدي موجوده. ولكن كماكسيمم انت عايز تقول له ان انا اخري 500 ايه، 500 كاركتر. خلاص يعني احنا لو كتبنا فوق ال 500 كاركتر، لو احنا ضفناها مثلا هنا كده اهو كوبي، ورحنا حطيناها هنا كده بيست. خلاص لو انت ضفت ازيد من ال 500 هيقول لك لا معلش احنا اخرنا 500 ايه، 500 كاركتر. ودي موجوده كتير جدا في التقديم بتاع الشغلانات، يقول لك ايه انت عندك تكست اريا اهو، اكتب لنا اكتر عنك، محتاجين نعرف اكتر عنك. نخش على الايه، الانبوت اللي بعده. السلكتايه الجميله دي، السلكتايه دي بتظهر في اي فورم او تاب على اي فورم. ليه؟ علشان احنا عندنا بيكون في موضوع اللي هو ايه، موضوع ان احنا عندنا والله السلكتايه دي خاصه بان انت تحدد لنا الدوله بتاعتك، او ده فايده الموضوع بتاع السلكشن. ليها اتريبيوت اسمه نيم زي ما احنا عدلنا عليه وخليناها كونتري. ريكوايرد اتكلمنا عنها. الفاليو بتاعت كل اوبشن لازم تتحط، علشان هو برضو الموضوع بتاع بسم الله، الموضوع بتاع الباك اند هو مش هيعرف اللي اتبعت له بالظبط من خلال الا من خلال اللي هو الفاليو اتريبيوت. طيب تمام. في اتريبيوتس تانية. الاتريبيوتس التانية بكل اختصار هي المالتيبل، واتكلمنا عنها قبل كده. الديسيبلد اتكلمنا عنها قبل كده. اما السيلكتد هي اللي ما اتكلمناش عنها لان هي خاصه بالسلكشن، او خاصه بالسلكشن تاج اللي هي السيلكت دي. خلاص واللي احنا قلنا ممكن نكتبها ازاي، قلنا ممكن نكتبها سيلكت، عملنا كده تمام بقى ليها نيم واي دي باي ديفولت، وبعدين دخلنا جوه وقلنا اوبشن 1. خلاص وقلنا اوبشن 2 وقلنا اوبشن 3، وممكن نفضل نعمل الى ما شاء الله. وبعدين ممكن نعمل او بي تي جروب، والاو بي تي جروب يكون جواه اصلا ايه، جواه اوبشنز تانيين. خلاص وهكذا وهكذا وهكذا. انتوا المفروض تقروا عنها اكتر علشان هي فعلا مهمه جدا 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 جدا. وممكن نضيف اكتر من اوبشن جوه الاوبشن جروب، وكل ده جوه ايه، السلكشن تاج. طيب مين السلكتد دي؟ لو احنا حطينا سلكتد دي مثلا اهو كات، وحطيناها ان انا البلد بتاعتي سلكتد هي مصر. خلاص وعملنا سيف ورحنا نبص على البراوزر، ايه اللي ظهر هنا؟ مصر. خلاص بس انا عايز اغيرها اهو يو اس اي. فانا مثلا كديفلوبر السلكتد دي بتفيدني في ايه؟ ان انا متوقع ان معظم الناس اللي موجودين عندي او في الويب سايت او هيقدموا مثلا على الشغلانه او معظمهم موجود من مصر، فبالتالي انا لو عملت ريفرش كده اهو مصر. فاهمني؟ طيب
انما في قليل جدا ليه مثلا من يو اس اي اللي هو يا عم اختار، انا سايب لك الاوبشن تحت، ولكن السلكتد بتاعتي هي مصر باي ديفولت. اوكي. وعلى فكره ده الجروب اللي احنا عملناه علشان محدش يعني يحس انه ايه ده. تمام. طيب خلينا نتكلم على الانبوت، او مش الانبوتس بقى، خلينا نتكلم عن العنصر الاخر من الفورم، وهو الباترنز. اللي بكل بساطه احنا قلنا ان هي ليها انواع كتير، وليها بس يعني انت بس محتاج ان انت تعرف ان في تاج اسمها باترن، اللي هي بالمناسبه بتتكتب كده PUTT، وتعمل انتر. خلاص اتكتبت. هتكتب جواها اي حاجه، مثلا كليك، فهي كليك. تمام. هتلاقي الزرار ده ظاهر مع باقي اخواته اللي احنا عاملينهم تحت دول. احنا عندنا الاتريبيوت المهم جدا جدا، علشان لما بتيجي تحط جوه اي فورم. خلاص بالمناسبه انا شلت التاجه بتاعت الفورم بس. طيب مهم يعني، فالتايب ده مهم جدا. الكلمه دي هي اللي ظاهره لليوزر اهو، خليناها صاب. تمام. وكليك دي اللي احنا ضفناه اصلا، اللي هو اللي ما بيعملش اي حاجه. صابمت ده اللي هو بيبعت الايه، الداتا. كلير بيمسح. بيعمل ايه بقى كلير ده؟ كلير بيعمل ريست لمين؟ للفورم، زي ما احنا هيوضح لينا في المثال الاخير اللي انا ان شاء الله دلوقتي هرصه دلوقتي، جايبه من شات جي بي تي. هنتكلم عنه اكتر وهنعمل ريكاب. في تايب بوتن ده اللي هو اصلا انت وظيفتك ان انت زرار. الزرار ده يا معلم بيقبل مين؟ بيقبل والله اون كليك. اون كليك دي اتريبيوت من ضمن الاتريبيوتس. بيقبل ايه؟ بيقبل فانكشنز. الاليرت دي لسه هنتكلم عنها قدام، بس الاليرت دي وظيفتها ان انت اول ما هتكليك الزرار هيظهر لك مسج كده يقول لك ايه، ان اللوكال هوست ده سيز هالو. فانت تقول له اوكي خلاص تمام، سيز هالو اوكي تمام، وهكذا. ماشي. طيب فيما بعد في المستقبل ان شاء الله هنمسح الكلام ده ونقول له والله لا، ده انا عايزك تروح تبص بصة على الاد فانكشن. خلاص، فهو هيروح ينادي على الاد فانكشن اللي موجودة اصلا في السكريبتنج شيت او السكريبتنج فايل، ويشوفها بتعمل ايه، وهيقول له والله انا عملت ونفذت. خلاص، ده فيما بعد ان شاء الله. طيب خلينا بقى نضيف الفورم ان شاء الله دلوقتي، ونراجع ونعمل ريكاب سريع جدا جدا جدا، عشان الفيديو انا متأكد ان هو ده هيكون اطول واحد في السلسلة، فمعلش نعمل. تمام يا جماعة، انا جبت المثال وربطت الكلاسز دي انا عاملها في السي اس اس زي ما احنا وضحنا في اول الفيديو، وهي بالمناسبة ده السي اس اس اللي انا كاتبه. المهم يعني، فاحنا قلنا ايه؟ قلنا ان الفورم دي بتقبل تو اتريبيوتس مهمين جدا، الميثود والاكشن. الاكشن ده بيقول له انت هتروح الداتا، هتودي الداتا دي فين، والميثود بيقول له ايه هي الطريقه بتاعه بعتان الداتا دي. طيب تشات جي بي تي الله يكرمه كتب لنا بيزك انفورميشنز، اللي هي موضوع ان انت دلوقتي عايزين اسمك. خلاص، وبالمناسبه مستخدمين الاي دي، مستخدمين النيم، مستخدمين ان هو ريكوايرد، مستخدمين ان هو اللينس بتاعه 3 اخره، واخره 15 برضو كماكسيمم، والبليس هولدر بيقول له انتر يور يوزر نيم، وهكذا. تمام. الليبل ما اتكلمناش عنها، وده انا بعتذر عنه، ولكن الليبل دي خاصة بان هي ال عارفين البليس هولدر احنا بنستخدمها علشان نبين ان اليوزر ان الانبوت ده خاص بكذا. تمام. لا احنا ممكن ما نستخدمش البليس هولدر، ممكن نمسح البليس هولدر ده كده من هنا، معلش. طيب ونعمل سيف اهو، فاضي خالص، محدش عارف ده بتاع مين، ده بتاع ايه. ولكن هنا بقى تيجي فايدة الليبل، واللي انا زي ما قلت بعتذر ان انا ما قلتش الليبل دي. خلاص، فالليبل دي بتوضح الانبوت ده بتاع مين بالظبط، بتاع ايه. خلاص تمام. طيب الليبل ده بياخد فور ده بتاع الاي دي او بتاع النيم، بنربطه بان انت خاص بالفور. يعني عارف انت لما بتيجي فور معناها الاساسي ليه. خلاص، فالليبل دي ليه اليوزر نيم، الليبل اللي بعدها مثلا ليه الايميل، الليبل اللي بعدها للباسورد، وهكذا. ده بكل بساطة الليبل يعني. خلينا نتكلم اكتر بقى عن ايه، خلينا نتكلم اكتر عن النيوميريك والديت. النيوميريك زي ما احنا قلنا الاتريبيوتس بتاعتها وشرحناها، والمينيمم والماكسيمم بتاع مش عارف ايه، والليبل قلنا اتكلمنا عنه. وعندنا الديت اهو، ده يوزر، ده خلينا نقول ايه، كيس تانية تقدر تستخدم فيها الموضوع زي ما شرحنا برضو البيرث ديت. وهنا الجندر سيلكشن، الجندر سيلكشن اهو، فانت بتختار ميل او فيميل، وزي ما قلنا احنا ممكن نرفرش كده. خلاص، وبعدين نروح مثلا لان هي مثلا البنت هتبقى فيميل. خلاص، فاحنا نقول ان هي تشيكد بكل بساطة، سيف اهو تشيكد. فده الطبيعي، مثلا احنا متوقعين ان هم هيكونوا فيميلز مثلا.
خلاص لفولنتيرز او لحاجه. الكونتري هنا السلكشن تاج اهي ايجيبت، سعودي ارابيا، يو اي اي اللي هي الامارات يعني. هنا بقى التشيك بوكس، لما احنا ده من ضمن الاستخدامات بتاعتها ان انت تيجي تقول له والله انا بوافق على الكونديشنز والتيرمز بتاعتكم، فانت بتعمل تشيك عليها. وبعدين هنا لو انت عندك كومنتس معينه تقدر تكتبها مثلا فبتكتبها، وزي ما احنا اتكلمنا احنا بنحددها براحتنا، بس احنا قلنا ممكن نكبرها ونصغرها بالشكل اللي احنا عايزينه، بس ولكن احنا بنعمل كونديشن بسيط كده، او مش كونديشن يعني، هو شرط صغنطوط خالص 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 جوه ال HTML بنربط بيه اليوزر، او بنقيد الحريه بتاعته في ان هو يكتب عدد لا نهائي من الحروف ويزعجنا ويحمل على السيرفر بتاعنا. لا، احنا بنقول له اخرك مثلا 500 كاركتر، فانت شوف ال 500 كاركتر دول عايز توصف لنا الكومنتس بتاعتك ازاي. فاحنا لو مثلا خلينا نجرب بقى الزراير، عايزين مثلا خصوصا زرار الريسيت يعني، كتبنا هنا هو اي حاجه وهنا كمان، وجينا نعمل ريجستر. بص ايه اللي حصل هنا، الايميل فاليديشن خلاص قال لك لا انت لازم تكون في ات، والات دي لازم يكون بعدها عدد من الحروف معين وشكل معين واسطمبه معينه كده. خلاص طيب. عايزين على فكره هنا قال لك برضو اهو سبميت، هيقول لك fill out this field اللي هو موضوع الريكوايرد زي ما احنا اتكلمنا، واهو خلينا مثلا ندخل فيها ايميل ده مثلا، خلاص ده خلينا مثلا ندخل فيها اي ايميل مش عارف ايه دوت كوم. خلاص ونعمل ريجستر، فهيقول لك لا ده كمان ريكوايرد، فهنعمل كده ريجستر، هيقول لك ده كمان ريكوايرد، هنعمل كده ريجستر، ده كمان ريكوايرد، هنعمل كده. تمام تمام. طيب احنا عندنا لو عملنا كلير بصوا ايه اللي هيحصل بالظبط، لاحظوا الفورم كلها اتمسحت ليه؟ علشان هي مربوطه بالتايب ريسيت. تمام. وطبعا احنا جربنا الجاست بوتون ده وقلنا ان هو بيطلع اليرت وبيقول لك ايه انه البوتون حصل له ان انت دوست عليه يعني او عملت له كليك. بس كده يا جماعه، ده كان فيديو النهارده، يا رب ما اكونش طولت عليكم، يا رب ما اكونش بوخت عليكم، ما انا فعلا بوخت وطولت جدا جدا، بس فعلا التوبيك دي مهمه والحوار ده مهم جدا، فيا رب اكون قدرت اوصله. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام عليكم. قبل كده خلاص، عارف انت لما تيجي تحط باسورد فيجي يقول لك ايه انت كنت بتستخدم الباسورد الفلاني حطه لك. انا اسف يا جماعه بس يعني عبثيات المونتاج. عبثيات المونتاج، القط التاني او الفيديو التاني. عندك كومنتس معينه تقدر تكتبها مثلا، فبتكتبها وزي ما احنا اتكلمنا احنا بنحددها براحتنا، بس طبعا احنا ايه بنعمل لها ماكسيمم كاركترز اوف ماكسيمم نمبر اوف نيرف يا ولاد الوسخه. حاجة غم.